الخير. النهارده رايحين ماراثون الشيخ زايد. انت قول الخيري وانا الشيخ زايد عشان في حاجه. ماراثون الشيخ زايد الخيري. احنا رايحين النهارده الماراثون. الساعه دلوقتي 5:30 الفجر. الساعه دلوقتي 6 الفجر او 6 الصبح بقى، ليه لسه ليل. المهم احنا النهارده رايحين عشان نغطي الحدث وكاننا مصورين مشهورين. لان ده اكبر تجمع رياضي في مصر. احنا دلوقتي راكبين الترام. الترام هي ابطأ مواصله ممكن تركبها في حياتك، ولكن هي ممكن تنقذك عن حاجات كتير. ممكن تنقذك لو انت ما عندكش مواصله تانية، فهي بالتالي ممكن تنقذك. ولكن لو انت مستعجل زينا كده ما تركبهاش. كمل عايز تقول. فالترام حلو، ركبوا الترام. الترام حلو، ركبوا الترام وما تعملش كده. وخلي بالك من الباب، اوعى تقف على الباب لان الابواب خطر وما ينفعش تقف عليها يا عم، لان الابواب خطر. ممكن حد يزقك بطوبه. ممكن تقع من الباب، ممكن تقع، ممكن الكمساري هو اللي يزقك. كل الحاجات دي مونتاج. ايوه بس هحطها. اتفرج عليها. وصل ل 5000 لايك، انا عايز اوصل بطاقه الكومنت. الفيديو ده لو وصل ل 5000 لايك انا هعتزل اليوتيوب. لو جاب 50 لايك الحمد لله، حمد ربنا، عادي مش اي حاجه. السلام عليكم. احنا رايحين دلوقتي شيخ زايد. انا اصلا لو ما نامش من امبارح. المهم لو انت بتشوف الفيديو ده وعندك حاجه مهمه يا ريت تعملها. اقفل ما تتفرجش واعمل لي انسبسكرايب واعمل لي ديسلايك. كلام بجد. لو انت عندك حاجه مهمه يا ريت تعملها بعد اذنك، وبعد كده اتفرج على الفيديو براحتك. بس طالما انت عندك حاجه مهمه ما تتفرجش على اليوتيوب ولا عليا ولا على غيري. لا اتفرج عليه هو الاول بعد كده اتفرج على غيره. بس ده لما تخلص حاجتك ايه المهمه. نشوفكم فين؟ ماراثون زايد ايه اسمه ايه؟ نشوفكم في ماراثون الشيخ زايد الخيري، والان مع حركه مونتاج. يلا بينا يا جدعان. في حصل موقف غريب قوي قلت اقوله لكم. احنا ماشيين لقينا بنت نازله من تاكسي، هي وامها رافعه علم المثليين، واظن مفهمه امها ان هو علم المكسيك. دلوقتي احنا ماشيين ولقينا الناس الجميله دي. صح الساعه كام؟ لا من امبارح طبق. دلوقتي احنا دخلنا الاستاد. شايفين الناس؟ كل الناس دي جايه، في لسه قدام. كل الناس دي جايه تنافس. في اهالي كمان قاعده فوق. اهالي قاعدين فوق، جايين مش بس من اسكندريه، جايين من محافظات كتير زي ما انتم شايفين الاستاد. هتقول ايه؟ حابب اقول ان التنظيم حلو والجو حلو والناس في تنظيم جامد يعني زي الفل. فاضل دقايق والماراثون يبدا. يا ترى بقى مين اللي هيكون مركز اول مركز تاني ومركز تالت؟ ده اللي هنعرفه بس بعد الفاصل. انا اول. لا انا اول. يا ماشي هيبقى اول ان شاء الله. And it's starting now. يلا نجري.
لقينا الراجل الجميل ده في سكتنا ماشيين. ربنا معاك. تقريبا بعد تقريبا النص ساعة أو ثلث ساعة جري متواصل، تعبنا جدا. لقينا ده في السكة. ادي طالعين نجري. عاش، لقينا البطل بتاعنا مؤسسين طالعين نجري. الماراثون ده جزء من الحياة. لو انت عندك هدف حقيقي مش هتوقف مهما تعبت، مهما حسيت بالعطش، مهما حسيت بالألم الجسدي، عمرك ما هتوقف. زي الرجالة العظيمة دي عندهم هدف، عندهم طموح، عشان كده قادرين يتحدوا، قادرين يكملوا رغم التعب، رغم الإحباط. الناس دي رجالة تستحق كل الامتنان والاحترام. بسم الله ما شاء الله عليهم. بتاع الفلوجات اهو واقف بيسقف وبينظم، المفروض ان هو اورجنايزيشن بقى وكده، وبيساعد الناس اهو ويزقهم عشان يكسبوا، عشان هيطلعوا مركز تاني او اول. تقريبا اللي هيكسب هياخد حاجة مش عارف ايه، بس هياخد يعني. اهو الاورجنايزر بتاعنا طالعين نجري. اليوتيوبر الجامد بيزق الناس كلها، شغال بيزق الناس كلها، عايش بجد، ربنا يكرمه. عند عبد الجابر لازم جدا، الناس كلها فرحت. اللي بيجري بجد هو اللي عمل السكتشات كويس وكان متدرب، فده دليل ان الشخص اللي بيتمرن كويس بيستعد للحرب هو اللي بيكسب في الاخر. احنا في الجوهرية وزعوا علينا مية سيوة. تعالى يا باشا تعالى، الراجل ده بيشرفنا في الفلوج بتاعنا بجد، فخورين ان احنا طلع معانا في الفيديو ده. شكرا حبيبي. الشوارع فاضية، اسكندرية فاضية جميلة، نشرب المية دلوقتي بنروي عطشنا. عاش. ده مثال حي لصاحب السوق اللي انا جايبه عشان يشجعني في الماراثون، هو نفسه اللي انا دلوقتي بشجعه ومش قادر يجري 5 ثواني على بعض. ده مثال حي كبير لصاحب السوق الخطير. هو حد ياكل من ماكدونالدز، لان ماكدونالدز للاسف بيجيب سمنه مفرطه، بس كل في اليكس برجر عادي. بعد تعب عظيم وصلنا للاستاد تاني، خط النهايه بالظبط. ناس كتير برضو لسه ما جاتش، واحنا الحمد لله من الناس الاوائل اللي جم. تعبانين جدا جدا الحمد لله. تقول ايه وانت امامك دقائق لخط النهايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا تعبنا وشقينا وجرينا كتير ووصلنا الحمد لله، ولدنا في القلوب متشاله، ولو هنجري عليها في الحياه. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. ماراثون بقى ده هبل اصلا، ده عيال هبل لابس شورتات وبتجري في عز الساعه. ايه يا عم انت يا عم، ايه يا عم. طبعا الماراثون ده جميل جدا واحنا مبسوطين. دلوقتي داخلين على البوابه، زي ما انتم شايفين البوابه اهي، زي ما انتم شايفين الاجواء عامله ازاي، ناس كتير جدا. سعادة مريم الكعبي سفير الامارات لجمهورية مصر العربية. الحقيقة أنا سعيد جدا بوجود الشباب، وده الوقود بتاع مصر، وإحنا طول ما انتم بخير مصر بخير. الشباب اللي موجود، واللياقة هي الروح، والرياضة هي الحياة. بنرحب بالإمارات على أرض اسكندرية، كل سنة هم طيبين، وعلاقات طيبة إن شاء الله مستمرة إلى الأبد بإذن الله. كل سنة طيبين. طبعا احنا النسخه اللي موجوده السنه دي تحت رعايه فخامه الرئيس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطبعا الجهود القويه جدا من كل الجهات المعنيه. زي ما انتم شايفين مدير الشباب
نتصور معاه. فاحنا دلوقتي بندور على تيم طالعين نجري، تيم الذهبي بتاعنا. ايه ده حبيبي حبيبي لسه بدور عليك اقسم بالله. قائد نادي مؤسس طالعين نجري، حابب تقول ايه بعد الماراثون؟ حابب اقول تجربه جميله جدا بصراحه، تنظيم اكتر من رائع بصراحه. ان شاء الله ما تكونش اول مره في اسكندريه وكررها تاني، هو كل سنه بنعملها في محافظه معينه، ان شاء الله تتكرر تاني في اسكندريه احسن واحسن من كمان السنه دي باذن الله. شكرا. دلوقتي لقينا الحمد لله خدنا فينا احلى ماراثون في الدنيا. الله ينور. عاش عاش عاش. دلوقتي بعد ما خلصنا الماراثون وخلصنا كل حاجة الحمد لله، وكان في حفلة فرقة غنائية كده مش مشهورة، فبس في تعدي بالايدي هنا. لكن لو انت امن يا ريت تراعي ربنا، يا ريت تكون محترم مع الناس عشان الناس تحترمك. مش المفروض او مش المطلوب منك ان الناس تخاف منك، مطلوب ان الناس تحترمك عشان ينفذوا الاوامر اللي انت بتديها او التعليمات اللي انت بتقولها بس. فلو انت امن شوف الفيديو ده، يا ريت تكون محترم مع الناس. يا ريت حابب توجه لي للامن القليل الادب. احب اقول له احترم نفسك، احترم نفسك عشان الناس تحترمك، مش الناس تخاف منك، لان هي مش بالخوف هي بالاحترام. بس وحابين نشكر كل المنظمين للايفنت. شركه ايه اسمها ايه؟ شركة MA ماركتنج يونيفرسال للتسويق. كان شركة تانية اورجنايزر اسمها تقريبا هي لابسين ازرق، اسمهم ايه؟ YLY بتاعت الشباب. بالظبط. كانوا عاملين شغل كويس. YLY. بس هم كانوا عاملين شغل كويس. ده هدف الماراثون ان هي رياضة من غير تداخل ومن غير قلة ادب ومن غير حاجات وحشة. فحابين نشكر كل الناس. حابين نشكر كل الناس على الماراثون اللي اتعمل. الماراثون كان جامد جدا بصراحه، كانت ناس محترمه فعلا، حابين نشكرهم على كل اللي عملوه. شكرا بجد، شكرا. وبس ننهي هذا اليوم جميل. السلام عليكم.